لكن المصيبة هي أذان يوم الجمعة 3 مؤذنين. هذا لا ما صح عن النبي، كان له مؤذن واحد فقط. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس على المنبر يقف بلال أمام الباب ويؤذنهم أذان واحدا ويقوم النبي عليه الصلاة والسلام لخطبة. إذن 3 مؤذنين مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ذاك الذي يقول روى أبو هريرة أو روى إمامنا مالك عن أبي هريرة عن النبي أنه قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فاخذ لغوت ومن لغى فلا جمعة له، فهذا بدعة قبيحة، لأن هذا العمل هذا التعليم الإمام يعلمه، وما فائدة الإمام حتى يقوم واحد جاهل ويخطب خطبة طويلة في الغنى وهي مبتدعة في نفسها، وما كان يفعلها أحد لا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الخلفاء الراشدين ولا في زمن الأئمة المهتدين ولا في زمن مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة. هذه أيش نسمي هذه؟ مذهب مالكي ولا مذهب هالكي؟ مذهب هالكي هذا يعرفها مالك عمره أذكرها ولا واحد من أصحابه؟ هذه البدع الحمراء هذه القبيحة. وكذلك أيضا قراءة القرآن بالجماعة، هذا لا يجوز أبدا، وهذا لا يرضاه الله ولا الرسول ولا مالك، ومالك نهى عنه. وفي كل الكتب الموسعة الكتب التي تنسب للمذهب المالكي كلها موجود فيها النهي عن الجماعة، ما يقرأ جماعة، ولكن يحلونه عاما ويحرم منه عاما. إذا كانت مصلحتهم فيه ما يفكروا في مالك ولا في كتاب الله ولا سنة الرسول، يعني يعملوه وهو مخالف. وإذا كان لهم فيه أكل ولا شرب ولا فلوس ولا شيء ما يضربوا بكلام الله عرض الحائط، بكلام الرسول وكلام مالك ولا يبالون. فمالك الآن تارة يرضون عنه تارة يغضبون عليه، فهذا خطأ عظيم. إذن الأذان المغربي إذا خلا من هذه. والآن في مكناس العشاء يؤذن 3 مؤذنين والصبح 10 مؤذنين كلها من عندهم وبدلوا دين الله. وعندهم الآن فيه الأول والثاني. الظهر مثلا يأذن الأول وقعد بعدها نص ساعة وعاد يأذن الثاني. كأنهم لقوا دين النبي ناقص بغوا يكملوه، وهم الناقصين هم الناقصون، ودين النبي كامل ما يحتاج إلى تكميل ولا إلى تقيع، ما هم مقطع، هم إيمانهم مقطع. ولأدحضن بحجتي شبهاتكم حتى يغطي جهلكم عرفاني، ولأغضبن لقول ربي فيكم غضبا